السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سعد المصري معالج الريفلكسولوجي والشياتسو. النهاردة أعزائي المشاهدين بنتكلم على أمراض ومشاكل الصحية إلى كل مشاكل الوجه اللي بتؤثر على العيون والأنف والجيوب الأنفية والأسنان والشفتان والفكان، وعلاج كل هذه من خلال المنطقة الانعكاسية خلف اليد. يعني هنعكسها كده ايوه في الكاميرا في هذه الجزء. بحاول ان انا اقوم بتدليك هذا الجزء بهذا الشكل لعلاج هذه المشاكل في ظهر اليد. بحاول اقلب ايد المريض واعمل عملية تدليك عمودي بهذا الشكل بواسطة طبعا الإبهام والسبابة، وثلاث أربع مرات بتبقى كافية جدا جدا لتنشيط هذه المنطقة. وبحاول أمسك الإبهام كده بطوله كله. ده بيعالج لي مشاكل كتيرة جدا جدا، خصوصا بيخفف آلام المبرحة العصبية للوجه. الناس اللي عندها مشاكل عصبية في الوجه أو إشالة الوجه والعياذ بالله. بهذه الطريقة ببدأ إن أنا أعالجها، وطبعا بدلكها كده من 10 دقايق إلى ربع ساعة، 15 دقيقة بهذا الشكل. طبعا أنا واقف وبشرح، فانتوا المفروض ان انتوا بتنيموها كده على وسادة في حالة استرخاء، وبعملها لنفسي. اوكي، كان معكم سعد المصري معالج الريفلكسولوجي والشياتسو. للتواصل معايا رجاء اتصال على 012 36 90 535 او عن طريق الايميل سعد_استاذ online@yahoo.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.